السلام عليكم. اليوم نحضروا لافاليز ديال الولاده. شنو الحويجات اللي نقدروا نحتاجو خصوصيا في الفصل ديال الصيف؟ بالنسبه للحويجات ديالنا كننظموهم، يعني اي حاجه بغيتيها كتلقاها منظمه. غتوجدي البيجامه ديالك غتلقيها كلشي فيها، يعني محتاج تقلب. كل حاجه محطوطه في واحد القنت، كتوزي حاجه كتكون فيها كلشي اللي غتلبسيه اللي تحتاجيه. بالنسبه هنايا الفصل ديال الصيف الحويجات احسن يكونوا مريحين، الثوب ديالهم يكون بارد. بالنسبه انا الطريقه ديال التنظيم ديال الحويجات هكا كننظمهم، يعني البيجامه كنقادها كامله مكموله، كتهزيها كتكوني عارفه شنو فيها. درت البيسه الاولى وعندي البيسه الثانيه. بالنسبه للبيجامه هاي درت بالكميمات، حتى هي نفس الثوب ديال الاخرى، مريحه، الثوب بارد. حتى هي انا عامله نفس الطريقه ديال الاخرى. هيدا كنظم الحويجات باش ملي كتبغي تهز البيجامات ديالك كيكون كلشي فيها. المهم هنايا ما درتش الكماسيدات، نديرهم بوحديتهم لانه الشهر ديال الصيف يعني خصوصيا شهر 8 كتكون الحراره بزاف. المهم اكثر حاجه تقدروا ديوها هي الكيلوطات، خصكم تكثروا منهم ما امكن، هما اللي كنديو منهم بزاف. وهادو عاوتاني كنديو وحدين زايدين. البينوار، الفيطه ديال الوجه وفيطات صغيورين اللي كنحتاجوهم في الحمام. وطبعا ما نساوش خرقة حياتي، مهمه بزاف. هنا ديت جوج، ضروري هداك يومين الاولى كتحتاجي خرقة حياتي. ديت جويجات. هنا واحد الصبانه والغشا، هادو كانوا عندي كنت صايبتهم الصراحه في الولاده ديالي الاولى وبقاو عندي، يعني ما استعملتهمش، وهاد المره وليت عاود استعملتهم. كتجي صبانه ديال واحد متوله معها الغشا ديالها، الا بغيتي هكا تبدلي بهم الناموسيه، تبدلي الغرفه شويه. دابا ندوز الحوايج لبيبي. بالنسبه هنايا درت ليه منيطه، واخا الحراره منيطه رقيقه شويه ما غليظاش بزاف. وحتى هاد بحال الخانكو كنقولوا حنا، بحال الخانكو كيجي فيه هكا مجموع، وهذه منيطه د القطن حتى هي رقيقه عملتها. حوايج لبيبي حاولوا ديو هكا بالزيت، خصوصا منيطات والصابونات. هنايا ليكوش ديوها معاكم، المهم تكون كبيره ديال النفاس، يعني فهمتي، تكون كبيره لانها اولويس راه ما صلحاش. وليكوش ديال البيبي حتى هي كدي معاك بالزايد. وعاد ابار كدير كل تبديله فيها ليكوش، هذاك راه زايدين ولا نجي حتى هو ما كنستعملوش، ولكن تمسحي به هكا شي حاجه. بالنسبه هنا الشامبو ديال البيبي كنعمل القرعه كبيره، كنعمر غير هذيك القرعه ستيتوا. اللي كيقولوا لي عطيني حوايج لبيبي باش ندوشو له نبدلو له، كنعطيهم التبديله فيها الفوطه، فيها كاع اللي كيحتاج بيبي، يعني الشامبو ديالو والحويجات ديالو حتى ليكوشه ديالو، كنعطيها التبديله كامله مكموله وكنكون دايرها بوحديتها. هي تبديله كامله، الكميسه من التحتي، المونو، ليكوش، الكماط هيدا باش كيتجمع، الفويطه ديالو والشامبوان. محتاجش المشطه لانهم ما كيحتاجوهاش. عاود التبديله ديالو الثانيه، عاود طريقه الكميسه تاعك بطريقه. والمونو كنفضل دائما المونوات، خصوصا في هذوك الشهورات الاولين كيكون البيبي هكا كيجيك مريح في الهزه،
يعني هذاك التراخي وداك الشيء ما كيصلحوش في داك الشهور الاولين بالنسبه لي. والاذواق تختلف. بالنسبه هنايا عاوتاني التبديله الثالثه هذيك ديال اللي فيها الفوطه ديك راه كنعطيها لهم ملي كيبغيو يغسلوا له هادو، يعني ما كتبقاي تبدلوا نتينا. كل تبديله فيها كل شيء، فيها ليكوش، فيها اي حاجه. هذه التبديله الرابعه كتوزي التبديله كيكون فيها كل شيء، يعني فيها ليكوش، فيها طريقه قاس ديالو، يعني ما تبقاش تقلب فين هي ليكوش فين هي الطريقه التحتانيه فين هي، كيكون هذاك الشيء منظم حتى الطريبش. والصمطه حتى هي ديال الكرش بالنسبه هذه مهمه بزاف، لا سيزاريان اكثر. وحتى الولاده الطبيعيه مزيانه كتجمعك مزيان ومهمه. بالنسبه لي انا كيطلبها لي الطبيب، والمره الاولى ما كنتش ديتها، يعني لقيت مشكل. مي دابا شريتها كتكون فيها ثلاثه، كتصلح اللي كيولدوا سيزاريان يجمعوا بها كرشهم، وحتى اللي كتولد طبيعيه كتجمع الكرش ديالك. بالنسبه لهاد الشامبون وهاد الكريم درت كلشي شويه شويه في القريعه. وهذا القطن مع المنظف، يعني بلاصه ما نمسح له بلانجيت نعمل غير هاد القطن وهاد الكريم هذا، يعني طبيعي 100%. بالنسبه للانجيت ديتو غير هكا الا بغيت نمسح به شي حاجه ولا. مي بالنسبه للتنظيف ملي نبغي نبدلو ليكوش غير القطن وداك الكريم. وهادو الفراشات ديال السوستيه ماد الحليب. بالنسبه لهاد الريحه هذه ما ديتهاش لبيبي، كتصلح حتى لبيبي ولكن بيبي باقي صغير، يعني ماشي قدر روايح. درتها هي منها واحد شويش، لا بغيت نرش على راسي انا شويش، والمشيطه طبعا حتى هي. ودي هي كاع باش الا كنتي غترضعي ولاده العنيق ديالو ما يتوسخش. الرضاعه ضروري باش لما كانش الحليب كيعملوا لك اللويزه يرضع، كيعملوا له اللويزه يرضع بها بالله ما خرج الحليب. الفيطات حتى هما تمسحي له بهم الوجهه ديالو. المهم الرضاعه التشوبه، بالنسبه للرضاعه والتشوبه ضروريين. تشوبه انا كنديها معايا باش كتكون مغسوله معقمه باش كيشبرها لي. حتى الرضاعه راهي معقمه صافي. دابا جمعنا كلشي، وطبعا حتى الدفتر هذا باش كتسجل فيه المعلومات ديالك كامله ديال البيبي. هاد لاتوس ديالي انا غندير فيه الكريمه ديال تحت الابطين، المسك، ليكرون، مرطب، الشيتا، وكلكات ديال الاسنان، وفيطه، الحويجات ديال النظافه، جي نيطويي الوجه، تغسلي وجهها ديالك بعد عاد توقدي، الصنداله، مشطه، وبوميده. هاد الحويجات هادو راه ضروريين صافي. هذه هي الحقيبه ديالنا، يعني من بعد ما وجدناها كلشي متول كلشي منظم. الله يسهل على كل وحده، والله يفك اي وحده حامل، الله يعطيها شي ولده سهله ماهله. هادشي اللي كاين. يلا بسلام عليكم.